سنان خال عايش أقول. كيفك حبيبي؟ ما في شي، خلص مشي الحال. جدو فيني ضل مع بابا اليوم ونام عنده؟ ما فيك، خلينا نروح. جدو لو سمحت خليني. ليش ما بتخليه يضل معي يوم؟ بظن هالشي منيح لسنان، خليه مع أبوه اليوم. لو سمحتي، هذا شيء عائلي. قال لو سمحتي. مو بيقولوا بيخلق من الشبه 40 يا حضرة المحقق؟ وكمان هي السيارة مو تبعكم؟ بلا. طيب، الصورة لقطتها الكاميرا بنفس الشارع يلي صار فيه الحادث، بس لا تقولي لي بيخلق من السيارة 40. السيد بحري ما كان بالبيت. وين المشكلة إذا كانت سيارته قريبة؟ شو بيعني هالحكي؟ طيب خليني اشرح لكم بالاول شو قالوا الشهود يلي شافوا الحادث. في رجال مسلح هدد بنت، وفي رجال تاني قتل الرجال يلي كان عم يهدد هي البنت، وعلى ما يبدو هاي البنت بتكون بنته للرجال يلي قتلوا لهداك المسلح. مين ما كان يكون برافو عليه اللي عمل هيك. إذا الموقف انعاد مع أبوها للبنت بيكون من حقه إنه يقتل هالمسلح. في عندي شعور إنك بتعرفه لأبوها للبنت، صح؟ لا، مو قصة إنه أنا بعرفه، بس لأنه أنا حطيت حالي محله. وشي طبيعي كتير إنه أي أب بيخاف على بنته ويحميها. ايه صح. بالنهاية هو أب، يعني ما حيفكر غير هيك. ايه صح. بالنسبة إلي الجريمة هي جريمة وأنا مضطر حقق فيها. تفضل. كيف؟ طيب يلا أنا جاي فورا. يلا. بعتذر منكم، أنا مضطر أترككم شوي، ما رح طول. عندي اقتراح منيح كتير لإلك. ماشي، رح نروح هلا والمسا بتجيب الشرطة وبتجي. مو منيح؟ على أساس كتير مهتم بحفيدك. مو أنا اللي بجمع الشرطة حولي هيك، هذا أنت. طيب لك أنا رايح. بس اليوم رح نسمح لك. دير بالك على حالك منيح حبيبي. ماشي ستي.